سمبل سنبله غير طبيعيه. ايه ده؟ هقول لكم على احسن حاجه انا استخدمتها الفتره دي. جبت شويه حاجات من براند اسمه ريحانه حاجه، وده باين ان ده والله مستخدماه مش مفضياه عشان انا عارفه دماغكم. بصوا بقى، ريحانه شاور جل سائل للاستحمام. اول حاجه ما بيجيش ناحيه العين ابدا. اول ما بنستخدمه جسمنا او على ايدينا او على اي منطقه لازم يكون المنطقه دي مبلوله ميه. اوريكم الجل بتاعه عامل ازاي. مش بيلزق يعني، حتى ما بيعملش معايا اللي هي بتاع المطاطه. بصوا جواه حاجه لازم اعرفها لكم. اولا هو بيحافظ على الترطيب جدا جدا، وده عن تجربه. في جليسرين وفي مرطب، في فيتامين سي وفيتامين اي. انا ما شفتش في حياتي شاور جل بيبقى فيه فيتامينات، وده عن تجربه. هو بيرطب البشره جدا، وتقريبا حجمه 550 مللي، فهو هيكفيكي. تاني حاجه بقى، وده والله انا استخدمته ومامتي استخدمته، ده بيفك التشابك بتاع الشعر، وفي نفس الوقت هو بيدي ريحه. قصته بقى ان هو بينفع لكل انواع الشعر، خصص للبنات اللي هي بتعاني من ريحه الشعر الكريهه. والميزه بقى ان هو ينفع للاطفال، و3 أو 4 بخات بعد الشاور. حجمه 100 مللي، وعن تجربه اديله 10 من 10. هاي نيلز اويل، بما ان هو لسه مش خلصان فانا قصيت الضفر ده خالص، جربت في الضفر ده ودي نتيجه. هحكي لكم هو بيعمل ايه بالظبط. مطهر الفطريات اللي هي بتبقى حوالين الضفر، بيعالج الاصفرار اللي بيبقى في الضوافر، بيخليها ما تتكسرش بسهوله، طولها جدا جدا، بيعالج نقص الفيتامينات البنات اللي بيبقى عندها عدم اهتمام بضوافرها. واحلى حاجه فيه ان هو فيه عين جمل والقرنفل المر، واحلى حاجه فيه ان هو لا ينقض للوضوء. الاثنين السكراب دول كمان. همسح دلوقتي الليب جلوس وهجربها معاكم. هنشوف ده الجلد الميت ده هيتشال ولا ايه. هقعد بيه شويه. انا قلت ان انا واو، ايه ده؟ بصوا شايفين الوبر طلعوا ازاي الجلد الميت. انا مرضتش اغسله بميه علشان ما تقولوش ان انا رحت حطيت حاجه وجيت، فقلت ان انا امسحها. الله، بصوا خلى الشفايف ناعمه، وبصوا هو مازال بيطلع الجلد بيرفكت. لحد دلوقتي ما قابلتش اي مشكله في مشترياتي من ريحانه. ثانك يو.